يا اهلا بنات، هعمل معاكم 3 طاسات لفطار العيد. الكبده، السجق، وطاسه لحمه بالجبنه. كل واحده فيهم احلى من التانية، وطريقتهم كلهم يعني مفيش ولا واحده فيهم صعبه ولا فيها تفاصيل كتير، كلهم طريقتهم سهله جدا. اول حاجه عندي هبدا بيها هي الكبده متقطعه شرايح رفيعه. فالكبده انا بحب اخد شويه فلفل، ممكن تاخديهم حار بس طبعا انا ولادي مش بياكلوا الحار. حبة توم كده محترمين، وانا بحب ادقهم كده مع بعض. بدق الفلفل، هضيف عليهم دلوقتي شوية عصير ليمون. الخلطة دي للكبدة تحفة، وعليها كمون. وهاخد الخلطة الحلوة دي وانزل بيها على الكبدة. طبعا انا حاطة الفلفل الحار هنا سليم كده علشان بس الريحة والنكهة. ودي تتبيلة الكبدة. تمام. دي ليا ضاني. الكبدة اما تعمليها بسمنة، سمنة بلدي، او باللي هي الضاني بتكون احلى بكتير. شوفوا هنا المقلاية سخنة جدا، هحط فيها اللي هي الدوب. ما بتاخدش الكبدة وقت كتير على النار علشان ما تقساش تفضل طرية، بس لونها اتغير كده على طول هتبلها بالملح والفلفل. هضيف لها هنا الملح وفلفل اسود، وبحب اضيف لها كمان شوية كزبرة ناشفة بتعطيها طعم حلو قوي. عندي باقي كمية الفلفل هضيفها هنا واخليها بس تدبل، وهتكون جاهزة عندي الكبدة. شوفوا جاهزة عندي. شوية طحينة وتبقى جاهزة. الطاسة التانية طاسة السجق. اول حاجة احط المقلاية على النار لحد ما تسخن كويس جدا. هنا عندي السجق متقطع. السجق بيكون فيه نسبة دهون كتيرة جدا مع بهارات وتوابل، فانا لا بضيف له دهون ولا بضيف له بهارات ولا بضيف له حتى ملح، عشان يطلع خفيف ما يطلعش حامي قوي. المقلاية هنا سخنة، هنزل فيها السجق وهبدأ اقليه على نار عالية لحد ما ينزل كل الدهون اللي فيه ويتحمر. شوفوا هنا بدأ يتغير لونه، شايفين كمية الدهون اللي نزلت منه. خليه كده على جنب. وهنا هنزل بصل وفلفل مقطعين كبير، بدأوا يتبالوا كده. هضيف عليهم طماطم مبشورة وكمان معلقة من معجون الطماطم، واغطيه يتسبك مع بعضه كمان 5 دقايق. اتسبكت. شوفوا ولا احلى من كده، جاهزة. نفس الشيء حلو معاها قوي الطحينة وفلفل الحار. طاسة اللحمة انا فيها هستخدم ستيك ريب اي، صراحة مقطعة شرايح تحفة وفي دهون رهيبة. المقلاية سخنة جدا، وهبدأ ان انا احمره على دفعات، عايزاه ياخد لون حلو كده. هضيف عليه دلوقتي الملح والفلفل واقلبه، وهطلعه هنا على جنب، وهحمر الدفعة التانية بنفس الطريقة. في نفس المكان هنا هضيف قطعة زبدة وعليها معلقة ممسوحة من الدقيق، وهقلبهم علشان احضر الصوص بتاعنا. ممكن كمان نرجع هنا الروزماري يعطينا نكهة حلوة قوي. ضيف عليهم كوباية من الحليب، وهتبله بملح، فلفل اسود، وجوز الطيب، بشرة خفيفة كده. وهقلبه علشان يتقل القوام بتاعه. هضيف فيهم اللحمة مع كل الصوص اللي نازل منها على نار خفيفة دقيقتين. الجبنة على الوش، ونخليها بس تدوب الجبنة وهتبقى جاهزة عندي. اذا حابين تدخلوها الفرن كمان يطلع حلو، كنت تحطوها تحت الشواية ثواني بس تدوب الجبنة وتاخد لون. وجاهزة عندي الطاسة التالتة.
3 طاسات لفطار العيد، كل واحدة فيهم احلى من التانية. طاسة الكبدة، طاسة السجق، ودي طاسة لحمة بالجبنة بس خطيرة. شوفوا الحلاوة، ولا احلى من كده.